ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض اكله جديده. وكلنا بنحبها. المسقعه. المسقعه دي اكله مصريه لكل الناس اللي بتتفرج علينا وما تعرفش المسقعه او ما تعرفش الاكله دي. هي اكله مصريه صميمه زي الفول والطعميه ومشهوره جدا جدا عندنا. مفيش بيت ما بيحبهاش، مفيش بيت ما بيعملهاش. وما شاء الله كل بيت بيبدع بطريقته في المسقعه. النهارده هوريكم طريقتي وهشارككم طريقتي للبنات اللي لسه عايزه تتعلم المسقعه، او انتي عايزه تتعلميها بطريقه جديده مثلا، او عايزه تعمليها بطريقه بحيث ان الحاجه بتاعتها تبقى كويسه مش شاربه زيت. فتعالي انا هقولك هنعملها ازاي. هنعملها بطريقه جميله وهتطلع طعمه جدا ولذيذه جدا بجد لا تقاوم. يلا نبدأ على المقادير. معانا ده بتنجان رومي. لازم نستخدم في الأكلة ديت البتنجان الرومي. لو عندك البتنجان اللي هو الطويل اوكي عادي ماشي بيمشي برضو. بس انا بفضلها ديت لان المسقعة بتبقى عايزة اكتر البتنجان اللي فيه لحم، يعني اللي هو ملحم اكتر. فهنا عندي البتنجانة قطعتها بقى زي ما انت عايزة. عايزة تقطعيها مكعبات، عايزة تقطعيها شرايح كده، عادي مفيش اي مشكلة. فاحنا مش بنقشره ولا حاجة، بنعمله بالطبقة اللي بره، لان طبعا الطبقة اللي بره دي هي اكتر حاجة فيها فايدة. او فايدة البتنجان كله في الطبقة السمراء اللي بره دي، سبحان الله يعني. فاحنا بنعمله بالقشر بتاعه. بقطعه بقى بالسمك، يعني ايه، ما يكونش ولا رفيع ولا تخين، عشان لو تخين هتشرب معاكي زيت. انما انا بقطعها سمك رفيع شوية بحيث ان هي ما تغيبش في الزيت. انا مش عايزة الحاجة النهاردة تغيب في الزيت. بس بعد ما قطعتها بحطه في مصفى. كله طبعا زي ما انتم شايفين اهوت، سمك واحد. بحطه في مصفى وبحط عليه معلقة ملح، بحيث ان هو ينزل المرارة بتاعته او ينزل المية بتاعته. آه من خلال الملح، يعني انت لو حطيتي الملح وسبتيه شوية ربع ساعة او تلت ساعة كده براحتك. ب... يعني ايه بينزل ميته براحته. بنركنه بقى، دي اول حاجة بنعملها، لان بنركنه لحد ما نحضر بقية المكونات. انا بحب مع المسقعه بعمل معاها بطاطس، بتبقى برضو طعمها لذيذ، واخده من الصوص بتاع المسقعه حلو قوي. وبحب برضو اقطعها مكعبات زي ما انتي بقى بتحبي. عايزه تقطعيها مكعبات ماشي، عايزه تقطعيها صوابع، في ناس بتقطعها صوابع وبتبقى جميله برضو. بس هي ديت التقطيعه اللي انا بحبها هي البطاطس في المسقعه. بس بعد ما بخلصها بروح نقعيها في حبه ميه، بغسلها الاول وبعد كده بنقعها في حبه ميه نضيفه، بس بدون اي اضافات عادي. بس بقت كده عندنا جاهزة. بنركنها برضو لحد برضو ايه ما اجهز بقية الحاجة، وبنبدأ في المكون اللي بعديه. طبعا المسقعة لا تخلو من الفلفل الأخضر. معايا هنا فلفل أخضر برضو بتقطعيه شرايح، بتقطعيه حلقات، بتقطعيه زي ما انتي عايزة. أنا سايبة حرية الاختيار ليكي في التقطيع. بس بنركن بقى كل الحاجات اللي احنا قطعناها دي على جنب، وبنيجي بقى نعمل الصلصة الأول او الصوص بتاع المسقعه. معانا معلقتين او 3 معالق من الزيت، معالق كبيره، 3 معالق كبيره. وبحط معلقه صغيره مليانه من الثوم. ده في حاله ان هو لو مفروم. لو عندك اللي هو الصحيح اللي انت لسه مقشراه تستخدمي 3 فصوص. انتوا عارفين ان المسقعه اساسها توم. فهنا حطيت معلقه كبيره خل، بتظبط لي الصوص يعني شويه. بس بعد كده بروح حاطه الصلصه بتاعتي. الصلصه ديت اللي احنا عملناها مع بعض دي كوبايه ونص من الصلصه. بس بعد ما بحط كله على بعض، بملحها ملح وفلفل فقط. معلقه ملح صغيره ومعلقه فلفل صغير، وبحط معلقه صلصه تزود بس ايه اللون بتاع الطماطم. انت عندك الطماطم عندك حمرا وتمام ولونها مظبوط، خلاص تمام. مش عايزه تستخدمي الصلصه او معلقه الصلصه الجاهزه ديت مع الصلصه بتاعه المسقعه، استغني عنها عادي. بس ببهرها بقى ملح وفلفل زي ما قلت لكم، وبعدين اسيبها براحتها بقى، اغطيها واسيبها بقى براحتها لحد ما تتسبك وتطلع ميتها كلها.
بس نروح بقى نشوف البتنجان. هنلاقي بقى البتنجان بتاعنا نزل ميته، هوريها لكم. وكل ما يقعد اكتر كل ما ينزل ميه اكتر. اهو بص قعد معايا كده ربع ساعه. نزل، بص الميه السمرة دي هي ديت بقى اللي بتخليه يشرب زيت في لما بنيجي نقليه. انا بقى بعمل هنا خطوه، بحب انشف بصراحه العرق اللي هو لما رشينا الملح البتنجان نفسه عرق. فانا بحب انشفه بالطريقه دي بصراحه. بحس ان انا كده منزله البتنجان من غير ولا نقطه ميه. اللي مش عايز يعمل النقطه ديت ممكن ان انتي تروحي عاملاه في الدقيق، حاجه بسيطه قوي في الدقيق كده وتركنيه، بحيث ان الدقيق يشرب الميه او العرق اللي هو فوق البتنجان. بنبتدي بقى نحمر الحاجه بتاعتنا. بسيب البتنجان اخر حاجه. البطاطس اهي بطلعها اللون الذهبي، مش بغمقها اكتر من كده. حتى لو نية معاكي شويه هي هتكمل سوا في الصوص، لان احنا هنقعدها شويه مع الصوص تستوي شويه. الفلفل برضو بديله كده تشويحه سريعه وبطلعه، مش بغيب الحاجه خالص في الزيت عشان ما تبقاش الحاجه معانا بتنز زيت كده او كلها زيت. بس تقليبه كده سريعه ورحت ايه مطلعاه. بنجهز طبعا بقى طبق فيه مناديل ونطلع الحاجه دي ايه عليه، بحيث ان المناديل برضو تشرب لو فيها زيت زياده. هنا بقى البتنجان هوريكي ازاي طالع جميل من غير زيت ومش بينقط كده، زيت جميل وصحي وحلو. اهو ده اللون بس اللي انا عايزاه، ما غابش معايا خالص، خد لون من الناحيه دي رحت مقلباه خد اللون من الناحيه التانية. طبعا كنت انا محضره العصاج، لان احنا طبعا العصاج احنا عارفين قبل كده بيتعمل ازاي. بندي للحمه صدمه، وبعد ما اللون يتغير بتاعها طبعا بنعملها في معلقه زبده. بعد ما اللون بيغير بنروح حاطين البصل ونحط الملح والفلفل والبهارات بتاعتها. وعملت حبه بشاميل دول هنحتاجهم في الاخر خالص، هقول لكم هنعمل بيهم ايه. انا بوريكم هنا الحاجه بتاعتي جاهزه اهيت عملتها. بناخد بقى من الصلصه بعد ما اتسبكت، بناخد بقى معلقتين كده نحطهم تحت، ونبتدي ايه نرص الطبقات بتاعتنا. بنرص الاول البتنجان، وبعد كده نروح حاطين طبقه من البطاطس، وبعد كده الفلفل، وبعدين اروح حاطه اللحمه المفرومه. عايزه تكتفي بكده وعايزه تستغني عن نقطه او الخطوه بتاعه اللحمه المفرومه، ممكن مش عايزه تعمليها بلحمه مفرومه وعايزه تعمليها كده، اوكي تمام. ممكن تستغني عن البشاميل وعن ان اللحمه المفرومه، ممكن تعملي كده وتضيفي الصلصه بتاعتك وتدخليها الفرن وخلاص. انما انا النهارده كنت حابه اعملها باللحمه المفرومه عشان انا على طول بعملها عاديه، فقلت النهارده نعملها مع بعض باللحمه المفرومه. بس برجع بقى اروح حاطه معلقتين من او كبشتين من الصلصه، كبشتين من الصلصه كده على اللحمه المفرومه. وبعدين احط اخر طبقه، يعني ببدا بالبتنجان وبنتهي بالبتنجان. بغطي خالص اللحمه المفرومه زي ما انتم شايفين كده، وابدا احط ايه باقي الصلصه بتاعتي من على الوش. بس بعد ما خلصت بقى الصلصه اللي معايا، ما تخافيش هي كده مش كتيره، هي كده عشان لسه هتخش في الفرن، فلسه هنعملها يعني ايه هتشرب الصوص دوت، ما تقلقيش. هنا بقى انا حبيت اضيف حبه بشاميل كده، بتبقى طعمها جميل بالبشاميل كده، حاجه بسيطه يعني مش قوي. وبعدين بروح مدخلاها في الفرن، بحطها على الشبكه وبعلي درجه الحراره بحيث ان هي ايه ما تغيبش في الفرن، وفي نفس الوقت الصوص يغلي كده مع المكونات دي، فيطلعها لي شاربه صوص وحلوه ومظبوطه. بس كده بعد ما خرجت جميله جدا ومستويه والطعم البشاميل اللي فيها تحفه. يا رب تجربيها وان شاء الله هتعجبك جدا جدا بالطريقه دي. واللي يجربها يعرفني في التعليقات. ما تنسوش اللايك للفيديو واشتراك للي اول مره يشوفني او يشوف القناه بتاعتي. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.